عبور القناة لحظة تاريخية صنعتها إرادة المصريين في يوم الغفران. تعد حرب أكتوبر 1973 إحدى أعظم الملاحم العسكرية في العصر الحديث، حيث أعادت للأمة العربية كرامتها وغيرت موازين القوى في المنطقة والعالم. في ظهر السادس من أكتوبر العاشر من رمضان، أصدر الزعيم الراحل الرئيس أنور السادات قراره التاريخي ببدء العمليات العسكرية، فكانت المفاجأة الكبرى التي أربكت إسرائيل وحلفائها. وما إن بدأت المعركة حتى أطلقت القوات الجوية ضربتها الأولى تحت قيادة قائدها آنذاك الفريق محمد حسني مبارك، لتستهدف المواقع الإسرائيلية بدقة ممهدة للعبور. عبرت قوات المشاة المصرية قناة السويس وحطمت خط بارليف الذي وصفه الخبراء بأنه أقوى خطوط الدفاع في العالم. واستخدم الجيش المصري تكتيكات مبتكرة مثل المضخات المائية لهدم الساتر الترابي وفرض حصار بحري بعيد المدى على ميناء إيلات، مما شل الحركة الإسرائيلية في البحر الأحمر. لكن المفاجأة الحقيقية كانت في الجندي المصري الذي قاتل بروح جديدة وإيمان قوي بالنصر، حتى اعترف القادة الإسرائيليون بأنه كان العامل الفارق في المعركة. أكدت حرب أكتوبر أن معيار القوة لا يقاس بعدد الدبابات والأسلحة فقط، بل بإرادة المقاتل وقدرته القتالية. ومن هنا أدخلت الحرب مفهوم النوعية القتالية إلى حسابات التوازن العسكري عالميا. وفي الختام، يبقى نصر أكتوبر صنعة قرار جريء من السادات، وضربة جوية موفورة الدقة قادها مبارك، وبطولات خالدة سطرها كل جندي مصري في ميادين القتال. إنه نصر خالد سيظل مفخرة للشعب المصري والأمة العربية كافة. يأتي اليوم ونحن مرفوعة هاماتنا، مرتفعة راياتنا، ولكن علينا أن نعرف أن المهمة لم تنتهي بعد.